لا اله الا الله، انا قاعد بابو ظبي كافي خيري شري، قسما بالله فقدت السيطره على السوشيال ميديا، لا من تويتر ولا انستغرام ولا سناب. هذا انا بعد ما لعبت، انا ما لعبت يعني. تخيلوا لو انا لاعب وانا اللي خسران والرقم علي، والله ما يزمزم ما يطهرني، ما يزمزم ما يطهرني. خلاص بعد احنا متقاعدين يعني، كل حقبه ولها طريقتها. سبحان الله. احنا قبل كنا نقول، اذكر مقطعي انا ومحمد عدنان مال اللي فايزين بدوري الابطال، كان شيء اوف والله متفق عليه، ما في شلون واحد يحفظ 1974. الحين صارت بديهيات. الله يذكرك يا محمد سهيل، قلت 30 اسم انت اول واحد جبتها وقلبه بغى يوقف. ف عبالنا ختمنا اللعبه. مو اقول لكم احنا جيل شياب ما فينا قدره، كل جيل له حقبته. رائع. الله يخليك اضحكني، خليني اكمل الفيديو. يا شباب عشان نقفل الموضوع، خلاص انا معترف صرنا بكتب التاريخ خلاص والله. لا سيدورف مقنع ولا لاعبين معتزلين ولا 1930 ولا بروفيرتشيلي 1909. خلاص انا معترف. خلوني اكمل شغلي يا ابو عمر. الله يخليك. انا ادري شو بتقول. خلاص كل جيل له حقبته صح. انا عاوزكم تضغطوا على عبد الله اشكناني تقولوا له لا الله يخليك، لا انه يرجع تاني يلعب المزاد. ما يقدر، ما عنده قدره. لا هيقدر والله ما يقدر. هو لو دخل التحدي حتى لو قدام خالد عبد العزيز او الدكتور خالد دكتور عبد العزيز الدكتور خالد عبد العزيز قلت على زور الشباب الرضا السابق. انا متاكد ان عبد الله اشكناني هيكسب، بس هو لو انا ما عندي الثقه. هو لو قبل التحدي هينجح. الفكره مو بس مزاد، في جهاز، في اسئله مستحيل، في صار حرب هتخش المزاد.